حلوه في الموضوع ده. آه، حلو وحادق مع ساندي بتقول كنت سألتك قبل كده هل ينفع أعمل كمية كبيرة من الإكلير وأشيله في الفريزر من غير حشو؟ أكيد لأ، أكيد لأ، ما ينفعش خالص، ما كانش حد غلب. الإكلير أول ما هيطول رطوبة، الرطوبة دي حتى لو مش بقى فريزر ده، حتى لو تلاجة، على طول هيمتص الرطوبة وهيشرب المية اللي فيها وهيبقى عامل زي العيش الفينو. فالاكلير من ارخم الحاجات بقى في الموضوع ده. عشان كده لما قلنا نعمل الاكلير قلنا حابه تدبلري الكميه وتعملي كميه كبيره، اوكي. هتسيبيها في الفرن زي ما قلنا في فيديو الاكلير ساعتين بعد الفرن ما يتقفل، عشان في ناس فهمت ان الاكلير هيتسوى لمده ساعتين، ده اكيد لا يعني. هيقعد 45 دقيقه، بعد ال 45 دقيقه بتطفي الفرن عليه، تسيبيه في الفرن لمده ساعتين، وده مهم قوي 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 لانك لو طلعتيه على طول هيطرى. فالنقطه دي مهمه قوي، انه ياخد صهد الفرن لمده ساعتين ويفضل في الوسط الدافي ده. وبعدين تاني يوم لو انت هتعملي مثلا كميه بعد منه خلاص اوكي هتكمليها، وتاني يوم بتجمعي كل ده في صاج كبير وتدخليه الفرن بعد ما تكوني مولعه الفرن ده لمده مثلا ربع ساعه، تطفيه كده وتدخلي الصاج كل بكل الاكلير بتاع امبارح، ياخد صهد الفرن تاني فيرجع ستيل مقرمش معاكي. انما اكلير يدخل ثلاجه او فريزر قبل الحشو ما انصحكيش ابدا ابدا، هتخسري الكميه